وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على نهجك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أبدأ فأتوجه بخالص عزائي لأسرة فقيدنا اليوم، داعيا الله عز وجل لهم بما علمنا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا آجركم الله في مصيبتكم وأخلفكم خيرا منها. ثم أثني أيها الإخوة فأرفع يدي الضراعة سائلا الله عز وجل في علاه بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أسأله تعالى: اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه. إن كان محسنا يا رب فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. أبدله يا رب دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وولدا خيرا من ولده، وجيرانا خيرا من جيرانه. يمن يا رب له كتابه، يمن كتابه، ويسر حسابه، ويسر حسابه. ألهمه حجته، ألهمه حجته. أسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنك غني عن عذابك، وهو أفقر ما يكون إلى رحمتك. ارحمه يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمه يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمه يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء. ارحم يا رب كبيرنا وصغيرنا، وحينا وميتنا، وذكرنا وأنثانا، وحاضرنا وغائبنا. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا يا رب أجره، ولا تفتنا بعده. واغفر اللهم لنا وله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مواقف صعبة تلك التي نضع أنفسنا فيها ونتعرض
دون أدنى تحضير للموقف، دون أدنى تحضير. نعم، كلنا سيتعرض للموت، كلنا سيتعرض للسؤال، إن كان في قبره وإن كان بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. سأتعرض لأن أسأل، فهل جهزت لهذا السؤال جوابا؟ أحضرت للسؤال جوابا؟ إذا سألك الله عز وجل، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأخبرنا ووضع أمام أعيننا نماذج الأسئلة وضعت أمام أعيننا، درسناها كثيرا وسمعناها كثيرا، إلا أننا قل منا من استعد لهذه الأسئلة. نعلم جميعا أن الإنسان إذا دخل قبره سئل عن ماذا؟ عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. تسأل عن ربك، تسأل عن دينك، تسأل عن نبيك صلوات ربي وتسليماته عليه. فهل أعددنا لهذه الأسئلة إجابة؟ أعددنا لها إجابة أم أننا أضعنا أعمارنا نلهو ونلعب؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا كما قال الأعراب لنبينا صلى الله عليه وسلم: شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا نساؤنا وأبناؤنا وأراضينا وعقاراتنا، شغلتنا عن أن نجهز لهذه الأسئلة إجابة. فمتى سنعد لها إجابة؟ أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة سيسألنا ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء، عن كل شيء، أي والله عن كل شيء. لن يترك شيئا فعلته في حياتك إلا وسوف يسألك عنه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سترى كل شيء، ستجد كتابك أنت الذي سطرته في حياتك، أنت المؤلف لهذا الكتاب، ستجده يوم القيامة لترى فيه أشياء ربما تسعد لرؤيتها، وربما أعاذني الله وإياكم تحزن لرؤيتها وتندم وتقول لما ولما ولما، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص. لا ينفع الندم الآن، وإنما ينبغي علينا أن نعد اليوم حتى لا نندم غدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إننا يوم القيامة سأقف بين يدي الله يسألني ربي سبحانه وتعالى عن أي شيء. في الحديث المتفق عليه من حديث سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يوم القيامة ستقف بين يدي الله يسألك الله، لن تزول قدم عبد، لم تنصرف
يتوفى من بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يسأل عن 4. والأربع حاجات دي هي كل شيء في حياتك. حياتك كلها مندرجة تحت هذه ال4: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن هذه الأشياء ال4. وزي ما قلت لك وبكرر، هي كل حاجة في حياتك، كل حاجة في حياتك تندرج تحت هذه ال4 لا تخرج عنها. العمر منذ ولدت إلى أن توفاك الله عز وجل، ماذا كنت تصنع في حياتك؟ كنت طائعا لله أم كنت عاصيا؟ كنت محافظا على صلواتك أم كنت مضيعا؟ كنت كذا أم كنت كذا أم كنت كذا أم سيسألك الله عز وجل، فماذا ستقول له؟ شبابك، والشباب جزء من العمر، إلا أنه مرحلة الفتوة. هي دي القوة في حياتك، هي دي المرحلة اللي تنتفع بها الأمة. ما أنا لما كنت ضعيف، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبقى مرحلة القوة في حياتك، المرحلة اللي ينبغي أن تنتفع بها الأمة في حياتك، هي مرحلة الشباب. أنت عملت إيه في مرحلة الشباب؟ والمرحلة دي لأهميتها تسأل عنها مرتين 2 تسأل عنها. المرة الأولى ما داخلة في العمر، المرة الثانية للتذكير عليها تسأل عنها وقتها. مرحلة الشباب، شباب الأمة النهاردة، أنا ما عنديش مانع إطلاقا إنك تهتم بجسدك وتروح الجيم وتلعب رياضة ما عنديش مانع، ولا في مانع شرعا إن الإنسان يهتم بجسد رياضي. لكن المانع أو الذي لا يرضاه شرع ولا دين إن أنا لما أروح أهتم بنفسي رياضيا وربي لي عضلتين أطلع أشتغل إرهابي على الناس. أنا ما أقصدش إرهابي من لا، أنا أقصد إن أنا أطلع بقى كده ومشي وتباهى بجسمي وعضلاتي وألبس التيشيرت الضيق ويا أرض تهدم عليك أنت. ما إحنا بنشوف عيالنا كده، عيالنا، وأنا آسف إن أنا بقول عيالنا، معلش، شبابنا وأولادنا ربنا يبارك لنا فيهم. لكن الهدف الأساسي اللي أنا عايز أوصله، أنت لما عملت جسمك زي ما بنقول ورحت الجيم عملته ليه؟ نيتك إيه؟ نيتك إنك أنت ترهب الناس؟ إنك أنت تمشي في الشارع ترعب الناس؟ ولا إنك أنت تكون قوي إذا احتاجتك الأمة في وقت من الأوقات وجدتك؟ لما يجي ربنا يطلبك لأداء مناسك الحج مثلا أو لأداء فريضة العمرة تروح تأديها بقوة. ربنا لما خاطب سيدنا يحيى قال له خذ الكتابة بقوة. عايز من رجل لما يجي أصلي بين يديه، لما أروح أؤدي مناسك حج أو عمرة كتبها الله لي ولكم جميعا، آمين يا رب العالمين. عايزني أؤدي هذه المناسك بقوة، عايزني لما ألقى عدو اعتدى علي واعتدى على مقدساتي واعتدى على محارمي ألقاه بقوة، لا ألقاه ضعيفا. أنت لما رحت بنيت اسمك، هل كانت هذه نيتك؟
كانت فعلا نيتك تحت هذا المضمار، ولا انت كانت نيتك ان انا امشي في البلد والناس تبص لي وتقول عليا كذا وكذا وكذا وكذا؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بمعنى نفس العمل انا اقوم به وانت تقوم به، نفس العمل انت تؤجر وانا لا اؤجر. ليه؟ انا وانت النهارده صايمين مثلا، انا وانت النهارده صايمين يوم من ايام رجب، انا اؤجر على صيامي وانت لا تؤجر على صيامك، او العكس، انت تؤجر على صيامك وانا لا اؤجر على صيامك. ليه؟ النية. بالنية انا صايم، نيتي صيامي، نيتي لما رحت الجيم كانت ايه؟ بنيتي اؤجر او لا اؤجر. طيب ده اللي راح وبنى جسمه مش عارف ايه، انت فاكر نفسك بقوتك دي يعني بقيت افضل من غيرك؟ فاكر نفسك بقوتك دي بقيت افضل من غيرك؟ لا. شوف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قوم تكبروا وتجبروا في الارض. تكلم الله عن قوم تكبروا وتجبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه. قالوا خلاص احنا ما فيش حد زينا ولا حد قدنا، واللي يتعرض لنا هنقطع رقبته ما فيش حد اشد منا قوه. قوم عاد ربنا ذكرهم في آيات سورة فصلت، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شوف تعقيب ربنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طب النتيجة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ما نفعتهمش قوتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ده عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة متواصل يلحق بعضه بعضا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يبقى المقصود من الكلام مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة، مرحلة القوة، ينبغي أن تصحح هذا العمل بنية صالحة. أنا أبني جسدي، أنا أبني عقلي، وبناء العقل كمان مهم جدا عن بناء الجسد. احنا للأسف شبابنا النهاردة والله أنا آسف لكنه الواقع عقول فارغة، لا يقرؤون، لا يثقفون أنفسهم، لا يعلم، ربما لا يعلم كثير منهم إلا من رحم ربي وقليل منهم. افتح المصحف قدام شاب من شبابنا وقول له اقرأ آية. افتح أي كتاب من كتب الحديث قول له اقرأ نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والله ربما لا يحسن يقرأ الآية من كتاب الله، لا يحسن يقرأ نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده شباب الأمة الإسلامية، أمة كان أول ما نزل على نبيها صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. قرأنا بنينا عقولنا إلا من رحم ربي وقريب منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردني وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يعلم أولادنا ويردهم إلى الصواب، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأوصل المجال لأخي الشيخ محمد خالد.